عماد النحاس يختار قائمة الأهلي لمباراة بتروجيت اليوم، وتعديل في التشكيل، وعودة قفشة والشحات، ومفاجآت في التشكيل. نسمع. يدخل الفريق الأول للنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء مساء اليوم الأربعاء عقب المران الأخير تحت قيادة القيادة الفنية الجديدة عماد النحاس، خلفا لرحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقب توديع دوري أبطال إفريقيا، استعدادا لمواجهة بتروجيت اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة في منافسات الدور الحاسم لمسابقة الدوري المصري. ويختار عماد النحاس قائمة الفريق إلى المباراة، وتشهد عودة التونسي علي معلول، بينما يستمر غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة وكريم فؤاد. وعقد عماد النحاس جلسة مع اللاعبين طلبهم بنسيان صفحة أفريقيا والتركيز في الدوري والبداية من اليوم أمام بتروجيت، وعودة محمد مجدي قفشة وحسين الشحات. وهي مباراة نعتبرها نهائي كأس، ولا بد من الفوز بها من أجل الاستمرار في المنافسة على الدوري الممتاز. وأكد المدير الفني للنادي الأهلي للاعبين على ثقته الكبيرة بهم وعلى قدرتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، خاصة أن الجميع يمتلك الفرصة للمشاركة، وأن المرار فقط هو من سيحدد من سيشارك في المباريات ومن يقاتل من أجل الأهداف وعودة النادي الأهلي للمنافسة على الدوري. وشدد النحاس للاعبين على قدرتهم على تخطي ما حدث، وأنهم يمتلكون القدرة على ذلك، ولا بد من مصالحة الجماهير والبداية من خلال مباراة اليوم أمام بتروجيت. ويدرس النحاس إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق أمام الفريق البترولي عن آخر مباراة أمام صن داونز، حيث يرغب في مشاركة علي معلول الجبهة اليسرى، وأيضا اللعب بالثلاثي محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وأشرف بن شرقي من بداية اللقاء، والاعتماد على وسام أبو علي للهجوم. طبعا ديت كانت كل ملامح التشكيل النهاردة. النهاردة هيعود الثلاثي علي معلول ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات من أجل عودة النادي الأهلي للمنافسة الشرسة وبشدة على لقب الدوري المصري، لأن الأهلي هو حامل اللقب. وطبعا النادي الأهلي بالثلاثي علي معلول وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة صاحب الضربة القاضية له ذكريات جميلة وبيأثروا كتير مع الفرقة. طبعا إن شاء الله يقدموا مباراة كويسة جدا بإذن الله. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن تشكيل المتوقع والأخير للنادي الأهلي أمام بتروجيت بقيادة عماد النحاس ومحمد يوسف. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. عماد النحاس يختار قائمة الأهلي لمباراة بتروجيت اليوم، وتعديل في التشكيل، وعودة قفشة والشحات، ومفاجآت في التشكيل. نسمع. يدخل الفريق الأول للنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء مساء اليوم الأربعاء عقب المران الأخير تحت قيادة القيادة الفنية الجديدة عماد النحاس، خلفا لرحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني عقب توديع دوري أبطال إفريقيا، استعدادا لمواجهة بتروجيت اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة في منافسات الدور الحاسم لمسابقة الدوري المصري. ويختار عماد النحاس قائمة الفريق إلى المباراة، وتشهد عودة التونسي علي معلول، بينما يستمر غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة وكريم فؤاد. وعقد عماد النحاس جلسة مع اللاعبين طلبهم بنسيان صفحة أفريقيا والتركيز في الدوري والبداية من اليوم أمام بتروجيت، وعودة محمد مجدي قفشة وحسين الشحات. وهي مباراة نعتبرها نهائي كأس، ولا بد من الفوز بها من أجل الاستمرار في المنافسة على الدوري الممتاز. وأكد المدير الفني للنادي الأهلي للاعبين على ثقته الكبيرة بهم وعلى قدرتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، خاصة أن الجميع